عن المنافسة الإفريقية. عز الدين، تحدثنا في الحصة السابقة عن سلوكات سلبية في كأس العالم للأندية. تتواصل هذه السلوكات من طرف الجماهير الحاضرة. المرة الماضية كان تشجيع لنادي ريال مدريد على حساب النادي عربي النادي الأهلي، وهذا شيء سلبي وشيء تأسفنا له. هذه المرة كذلك تشجيع لنادي ريال مدريد على حساب نادي عربي اللي هو الهلال السعودي. الجماهير السعودية وجماهير الهلال كانت شجعت فريق الدولة المضيفة في كأس العالم، بعدها أنت تشجع ريال مدريد على حساب فريق مسلم وعربي. هذا شيء كذلك سلبي وتأسفت له واستنكرته كل جماهير الأهلي، جماهير الهلال السعودي. شوف، لا حياة لمن تنادي. تكلمنا على هذا المشكل ضد في المقابلة تاع ريال مدريد والأهلي. أنا شفت الماتش، أنا عم بالي راهم يلعبوا في مدريد، حتى سقسيت الدار قالوا لي لا راهم يلعبوا في هنايا. واش نقول لك، سي لا ميم شوز، يزون ريفي لا ميم شوز. شوف، سقطة واحدة أخرى، سقطة مول سقطة. هذا واش نقول لك، سي حبطوا واحد النيفو، واحد النيفو. بس كي تسيبورتي الريال ما راحوش بعيد. ما نعطي لهم مثال، هذا الشعب هذا وهذه الدولة هذه، ماشي الشعب كامل على كل حال. الدولة هذه فريق تاع بلادكم يلعب في إسبانيا مع فريق تاع إسبانيا، يسيبورتيوكم نتوما. يجمعنا الإسلام، يجمعنا العروبة، يجمعنا الدين، يجمعونا كلش، اللغة. نسيبورتي الريال ودار لا كوب وراه ما هو سامع بك كاع. ومن بعد غدوه تسحق السعوديه، والسعوديه تسحق المغرب، والمغرب تسحق الجزائر، والجزائر تسحق تونس. حنا كاع امه واحده. ولكن واش نقول لك، هادوما راهم عندهم اجنده راهم يتبعوا فيها. انا خلاص دوك فهمت باللي السياسه راهي 200 في الساعه في الرياضه عندهم هما. راهم يتبعوا في اجنده تاع كاش بلدان، راهم يملوا عليهم واش يديروا، راهم يديروا فيه. هذه هي، وهذه شوف نحيها من مخك. تسير وتسيس الرياضه هي التسييس. عندهم اجنده سبيسيال راهم يتبعوا فيها. كاين ناس يحكموا فيهم، يقولوا لهم واش ديروا واش ما ديروش، وهذو راهم يتبعوا. وحتى رئيس الفيدراليه للبلد المضيف هو كذلك مسير، وهو كذلك يعني يتلقى اوامره، بما انه هذا سمعت انا والشعب يتوجه طبقا هذه التسييرات. يعني هو مسؤول عن هذه السلوكات، هو الذي يتحمل هذه مسؤوليه السلوكات، لانه هو من يعني يقود الحرب داخل الكواليس واعلاميا ضد كل ما هو عربي، وكل ما هو افريقي، وكل ما هو جزائري، وكل ما هو اسلامي ثاني، وكل ما هو اسلامي، لانه يعني اراد دوما ما يريد اخراج الكره والرياضه بصفه عامه الى الميدان السياسي، وهذا شيء يجب فصله وعزله، وهذا ما ينص عليه ميثاق الكاف. شفت في لي ريزو سوسيو بعد المقابله، والله غير كاين الناس، والله يا خويا منير، سقساهم في السعوديه بعد المقابله، كانوا ما شافوا في المقاهي تما عندهم في السعوديه والدنيا. راهم زعفانين بزاف على التصرفات تاع المشجعين تاع المغرب. ما كانوش ينتظروا بلي لهذه الدرجه هذه فريق عربي مسلم جاي يلعب في بلادك تسيبورتي ضده فريق. ما على كل حال كاين من الناس كاع تحب الريال، ولكن ما عادي، ولكن ماشي ضد دمي ولحمي وديني، ولا ماشي هكذا. هذا الكلام اللي اكد عليه كان معنا حاضر الخضر بن نعمه. يعني هذه السياسه التي تزرع الكراهيه والعداوه وتفرق بين الشباب وبين الشعوب العربيه من طرف هذه المسؤولين المأجورين. وهذه المسؤولين في الرياضه يحاولون تلويث الرياضه، يعني يلوثوا الرياضه بهذه التصرفات، يعني وهذا التسيير الفاشل لاخفاء امور اخرى. يعني كلمه انا شفت دانيالمون في لي ريزو سوسيو كما قال لك الشيخ عز الدين، المشجعين تاع الهلال جاوا عندهم تيكيت وما دخلوش في النصف النهائي. ما عندهم تيكيت ما دخلوش. ناس واحد القناه قال له عندك تيكي، جبد لها التيكي، راهم تيكي، بعد ما خلاوش ندخلوها بزاف، ما خلاوش يدخلوا. سوء التنظيم. وكما قال لك الغازيين، كاين رابطه المشجعين تاع ريال مدريد كاع يحبوا ريال مدريد، مي كيما تلعب قدام فريق عربي ومسلم. انا سيبورتي فريق عربي، بيان سير فريق عربي، كيما تجمعنا العروبه، تجمعنا الاسلام، تجمعنا الدين، تجمعنا كلش، اللغه كلش. هما كيما قلت انت راهم يتبعوا اجنده تاع رئيس الفيدراليه تاعهم. كان بلدان اخرين يتبعوا فيهم.
واش يقولوا لهم يديروا شفنا كوارث حتى تنظيميه، وهاد الناس ارادت ان يعني تقارن بين ما نظمت والشان الاخيره في الجزائر لا علاقه. يعني شفنا الشان في ابها، يعني في ابها صوره في حسن تنظيم مستوى عالي جدا، عكس ما شفناه في 8 فرق ما قدرتوش تسيطروا عليهم. 8 فرق ما قدرتوش. حنا راك تشوف لا كوب دافريك اللي عندنا الله يبارك فيه فيديو وين الغاشي تاعهم كسر البيبان ودخل بلا ليبي بلا والو. ما دخلوا دخلوا فتحوا البيبان، كسروا البيبان ودخلوا فوضى عارمه. وتقول انت تنظيم جاز رغم كل هذا يعني يمنون النفس وينافسون على تنظيم كان 2025. للأسف لأنهم لا يراهنون على ملف قوي أو يعني على معطيات قوية، يراهنون على الكولسة وعلى التحالفات الخفية داخل الكاف. ولكن هذا المرة عز الدين نظن أن الأمور الجزائر أثبتت في أرض الواقع، يعني بملاعبها بمنشآتها بجمهورها الذي كان رياضيا والذي كان تبع كل لقاءات الشان، ويعني الملاعب كلها كانت مملوءة. صح، لازم ما نرقدوش. ماشي دوك بعد الشان لا دبلوماسي تاعنا ولازم ثاني في الكوميكس هذيك تاع مارس هذيك لازم رئيس الاتحاديه يكون في يترشح. لازم يكون احنا الشان هذايا بشهاده جميع الفرق اللي شاركت في الشان كلها تهضر على التنظيم الجيد والملاعب الجيده. ما زادوك ان شاء الله يزيد يكمل تاع دويره تاع تيزيوزو ملاعب عالميه. هما في المغرب يقول لك بلي عندهم ملاعب احسن منا. عندنا كما قلت مازالت لنا الكولسه تاع رئيس الاداره تاعهم هذا ما كان. لازم على الاتحاد تاعنا تتفطن هذه الكولسه. لازم تفطن وتاخذ احتياطات تاعها. لازم بربي ان شاء الله الكلام ان شاء الله الجزائر ان شاء الله. شوفوا ما نديروش ثقه، ما نعولوش بزاف على هاد الناس اللي باغ اكزومبل كيما هذا بريزيدون دو لا فيديراسيون ولا السكرتير تاعو ولا انفونتينو. تشوف كرة قدم وعلى بالو منير وعلى بالك خويا حمزه ولات مصالح دوك. اللي يقدم لي اكثر راني معاه، ولو كان على بالي باللي المنير حقه معاه وصح الى تو لي موان باش هو يدير هذيك الحاجه. ولكن حمزه طاني اكثر انا على حمزه يا خويا. خاطش ولات الدنيا ولات مصالح ما نايضيش هكذا الحمد لله. ولكن يفو فار اتونسيون لازم الدبلوماسي تاعنا ماشي دير لامان، ولازم تكون متفطنه. وهذا واش نطلبوا. خاطش هاد الناس يقدر هذا يعطي له شويه زياده ولا يعطي له مزايا في كاش جهه ولا والله غير يجوزك نورمال. هي يعني نورمال. خاصة بالنسبة للأعضاء المصوتين، يعني هم اللي راح يفصلوا. المكتب التنفيذي كل صوت عنده وزن، وهذه الناس تحاول انها تعقد تحالفات مع الاتحادات الافريقيه. ولكن في اخر المستجدات انه كثير من الاتحادات غيرت موقفها وصاحت تصوت لصالح الملف الجزائري. وتصريحات عبد السلام وادو اللاعب المغربي يعني افضل دليل على ذلك انه هو بشهاده لسانه قال الجزائر كانت شام في المستوى ولقجع لطخ سمعه المغرب بعدم المشاركه والمقاطعه. قال ويعني شبه تلك المدو الجزري لا يأتي بأفلام سينمائية هوليودية. يعني هذا بشهادة المغربي. قال أنه الجزائر يعني لديها كل الإمكانيات لتنظيم كأس إفريقيا. الأقاويل من هنا ومن هناك لأن الأمور حسمت. أنا هذه عز الدين تكلمنا عليها في عدة مرات وما زالني في موقفي. لا تذكرت تكلمنا عليها في أكتوبر أو سبتمبر. عز الدين قلنا أنه عز الدين في إفريقيا الأمور تتغير ما بين عشية وضحاها. لذلك تقول لي أمور حسمت هذا غير موجود في إفريقيا. آخر دقيقة يمكن أن تنقلب الموازين. احنا الشان زاد مدنا دفعة قوية. الشان بشهادة الجميع الفرق اللي شاركت باللي الشان تاع الجزائر كان من احسن كاس افريقيا تاع المحليين. حتى احسن بكل النواحي. حتى احسن من الكان. احسن من الكان تاع الكاميرون. اكيد. ان شاء الله احنا ان شاء الله بربي ان شاء الله. لكن الكان في الجزائر سيكون احسن من الشام ان شاء الله. هذا ما ننتظره ان شاء الله، وهذا ما نتمناه ان تكون الكان القادمه بكل موضوعيه وبكل مصداقيه، يعني دون شعبويه او يعني دون ميل. يعني نتحدث بكل موضوعيه. الجزائر هي
هي من لديها أفضل ملف الأفضلية الاحتضان كان 2025. صح. إذا تم غير ذلك فهذا راجع يعني إلى عوامل خارج الملفات واعتماد عوامل أخرى غير يعني مطروحة على الملفات، على الأقل هي أمور خفية. فنتمنى أنه كما صرح رئيس الكاف باتريس موتسيبي قال أن القرار سيكون أخلاقيا. نتمنى أن القرار يكون أخلاقي ويكون موضوعي. الآن نتحدث عن من الكاف ومن الساحة الإفريقية، عودوا إلى البطولة المحلية ونتحدث عن